السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة السويس رول بطريقة ناجحة ومضمونة 100%. طعمه بجد حلو جدا. يلا نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنحتاج ل6 بيضات كبار بدرجة حرارة المطبخ. هناخد 6 صفارات هنحط عليهم السكر بتاعنا كل ما قدرنا ان شاء الله في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. هنحط عليها رشة الملح. هنحط عليها 4 اكياس من الفانيليا. هنديها ضربة حلوة كده لغاية لما السكر تحس هو داب كويس جدا في الصفار اللي احنا ضربناه. بصوا لونه فتح معانا واتضاعف المقدار بتاعه. هنبتدي ننزل بربع كوباية صغيرة من المية، مش هننزل بيها كلها مرة واحدة، هننزل بيها بالتدريج حبة ونضرب ونرجع نحط حبة ونضرب تاني. خلاص اتضربت كويس جدا بالشكل دوت كده. هنبتدي ان احنا نشيل الصفار ونحط مكانه البياض. هنضربه الاول ضربة حلوة كده. كل ما تضربيه كل ما هتحسي ان فيه رغوة بتطلع منه. بصي بالشكل دوت كده. هنبتدي نرفع المضرب وننزل عليه بالسكر بتاعنا، سكر ابيض ناعم مش سكر بودرة. مش هننزل بالسكر بتاعنا كل مرة واحدة، احنا هننزل عليه بالتدريج. هنضربهم على 3 مرات. هنحط حبة سكر تاني، يبقى دي كده المرة التانية معانا. ونرجع نضربها كويس جدا لغاية برضو ما السكر يدوب معانا تماما. دي المرة التالتة والأخيرة معانا. برضو نضربها كويس جدا لغاية لما تدوب معانا تماما. يبقى كده ضربناهم على 3 مرات. خلاص كده ضربت معانا كويس. هنبتدي ننزل عليها بنص عصير ليمونة كبيرة ونرجع نضربها تاني كويس لغاية لما يختفي خالص الليمون معانا. تحس ان هي مسكت نفسها شوية. ده القوام المظبوط اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله في السويس رول بتاعنا. نبتدي نجيب بولة كبيرة شوية لان البولة اللي انا حطيت فيها الصفار كانت صغيرة، مش هعرف اللي انا اشتغل فيها في السويس رول بتاعنا. ونحط عليها نص البياض اللي احنا ضربناه. نقلبها كده بشكل دائري. بصي تجيبيها من فوق لتحت من فوق لتحت لغاية لما كل البياض يندمج مع الصفار اللي احنا ضربناه في الاول. قوامها جميل جدا، تحسي ان هي ناعمة جدا في ايديكي. هنبتدي ندخل عليها الدقيق، يكون دقيق مخصص للكيك. ما تجيبيش اي دقيق، هاتي دقيق مخصص للكيك عشان ان شاء الله السويس رول بتاعك يطلع ناجح معاكي وطريقته تكون مضمونه ان شاء الله. برضو بعد ما دخلناه هنبتدي ان احنا نقلبه كده بتقليب دائري من فوق لتحت من فوق لتحت عشان ما تطلعيش الهواء اللي فيه اللي احنا دخلناه في الاول. خلاص كده العجينه اتظبطت معانا، ما فيش اي تكتلات من الدقيق. خلاص نرفع ايدينا كده منه على طول. هنبتدي بقى نجيب بوله نظيفه ونحط فيها الزيت. هنحط حوالي ربع كوبايه من الزيت زي ما قلت لك بالظبط بالجرام بالكوبايه، احطها لك في صندوق الوصف. هنجيب الزيت بتاعنا يكون زيت نباتي، يكون فاتح ريحته حلوه علشان ان شاء الله يديك طعم حلو للسويس رول بتاعك. هنبتدي نحط عليه حوالي معلقتين كبار او 3 معالق كبار من خليط الكيكه اللي احنا عملناه. نضربه كويس جدا برضو بشكل دائري عشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه. نقلب كده من فوق لتحت من فوق لتحت لغايه ما كل خليط الكيكه بتاعتنا يندمج مع الزيت. بصي بالشكل دوت كده. هنبتدي اللي احنا نصبه على خليط الكيكه اللي احنا عملناه في الاول. يبقى كده احنا حطينا الزيت على حبه من خليط الكيكه، قلبناه كويس ورجعنا حطينا على خليط الكيكه بتاعنا كله. بعد ما قلبناه كويس قوي هنبتدي بقى اللي احنا نحط عليه باقي بياض البيض ونرجع نقلب تاني بشكل دائري من فوق لتحت من فوق لتحت لغايه ما كل الخليط بتاعنا يبقى خليط واحد. بصي بالشكل دوت كده. خليط جميل جدا، تحس ان هو ناعم في ايديكي جدا ومليان هوا من جوه، بجد حاجه كده تحفه. هنبتدي نجيب الصاج بتاعنا. ما يكونش صاج كبير قوي، يكون صاج متوسط عندك، يكون الحواف بتاعته صغيره زي اللي انا جايباه دوت كده. هنبتدي نديله دهنه بسيطه من الزيت ونحط فيها ورقه الزبده ونحط فيه خليط الكيكه بتاعتنا.
هنبتدي بقى ان احنا نفرد كده الخليط بتاعنا بالاسباتيولا على قد ما تقدري. خلي الصاج بتاعك كله سوا واحد، ما فيهوش حته عاليه او حته واطيه. معلش يا جماعه اعذروني، انا عندي برد فتحس ان صوتي مش باين قوي. هنشيل طبعا اي زيادات في الصاج بتاعنا من فوق ومن الجناب عشان ما فيش اي زيادات تبقى بره الصاج وتتحرق مننا. نديلها كده خبطتين 3 وندخلها الفرن بتاعنا على درجة حرارة 160. هنحطها على الشبكة في النص، هتقعد معاكي حوالي من 10 دقايق ل 15 دقيقة جوه الفرن. هنبتدي ان احنا نطلعها وهي دافية كده، مش هنستنى اللي هي تبرد معانا وهي دافية كده. هنبتدي ان احنا نشيل ورق الزبدة من على الحرف كده بالراحة، ونشيل الحرف بتاع الكيكة بتاعتنا ونقلبها كده على فوطه تكون قطن عشان نعرف ان احنا نشتغل في السوسرول بتاعتنا. تحسي ان الكيكه دي حساسه شويه، خفيفه وطريه معاكي شويه، وعلى قد ما تقدري تعملي معاها بالراحه كده عشان ما تتقطعش منك او عشان ما تتكسرش منك. هنبتدي اول حاجه ندهنها كده بالمربى، احنا قلبناها طبعا. هنبتدي ان احنا نقلب الكيكه بتاعتنا. هندهنها الاول بالمربى، اي نوع مربى عندك انت بتحبيها، مربى فراوله، مربى مشمش، مربى تين. المهم ان انت تضربي المربى كويس جدا عشان ميبقاش فيها اي تكتلات. وبعدين نبتدي ان انت تفرديها على الكيكه بتاعتك. طبعا احنا مش هنفرد على الوش اللي كان في وش الصينيه من فوق، احنا نفرش على ظهرها من تحت. انا نقلت الكيكه بتاعتي على ورقه زبده عشان اعرف اللي انا اشتغل فيها. هنبتدي نحط عليها الكريم شانتيه بتاعنا. ممكن تلفيها على طول بالمربى اللي انت حطاها، وممكن تحطي عليها الكريم شانتيه. لو مش بتحبي الكريم شانتيه حطي المربى بس ولفيها، بس انا بحب فيها كريم شانتيه فانا بحط مربى وعليها كريم شانتيه. انا كترت الكريمه شويه، انتوا بقى ما تعملوش اللي انا عملته دوت، ما تكتروش الكريمه زي ما انا عملت عشان مش تبوظ منكم وتطلع من الجناب زي ما طلعت من عندي. على قد ما تقدروا حطوا كريمه قليله شويه، ما تبقاش كتيره. هنبتدي ان احنا نلفها كده بورقه الزبده على قد ما تقدري. امسكيها كده بالراحه عشان ما تتكسرش منك وانتي بتلفيها. لفتها كويس قوي بالشكل دوت كده. هنحطها في التلاجة ليله بحالها، يعني من بالليل للصبح. لو عملتيها الصبح هتسيبيها من الصبح لغايه بالليل وبعدين تطلعيها. لو عملتيها بالليل تبقى من بالليل لغايه الصبح. طلعتها تاني يوم ممكن ترش عليها من فوق سكر بودره، ممكن تدينيها برضو بشوكولاته ونوتيلا، ممكن تاكليها ساده زي كده تبقى جميله جدا معاكي. خلاص خلص معانا الفيديو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لي لايك واعملي لي مشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.